بكم أصدقائي الأطفال في قصة اليوم بعنوان أهلا رمضان. بدأ ياسر وأخته سارة في تزيين محيط البيت وهما فرحان جدا بقدوم شهر رمضان. فقالت سارة بسعادة: رمضان يجعل كل شيء جميل. أخذ ياسر فانوسه الجديد وخرج مع أصدقائه إلى الشارع، وبدأوا يغنون الأناشيد الرمضانية. في وقت متأخر من الليل أيقظت الأم ياسر وسارة للسحور. جلسوا جميعا لتناول الطعام، وقال الأب: السحور يعطينا القوة للتمكن من الصيام طوال اليوم. وبعد يوم طويل من الصيام اجتمعت العائلة حول المائدة، فقال الأب: نبدأ الإفطار بالتمر والماء كما فعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. رد ياسر: أنا جائع جدا، لكنني سعيد لأنني صمت اليوم. بعد الإفطار قالت الأم: رمضان ليس فقط صياما، بل هو شهر العطاء أيضا. سنجهز طعاما لنقدمه للفقراء. ساعد ياسر وسارة أمهما بحماس في إعداد الصندوق. ذهب ياسر مع والده لتقديم الطعام إلى المحتاجين، وكم شعر بالسعادة عندما رأى الفرحة على وجه الرجل العجوز. قال الأب: هذا يسمى الزكاة، وهي من أهم أعمال شهر رمضان الكريم. وفي الليل ذهب ياسر مع والده إلى المسجد ليصلي صلاة التراويح، وقال له والده: في رمضان نصلي كثيرا ونقترب من الله. وأخيرا انتهى شهر رمضان، ورأى ياسر وسارة الهلال الجديد. قال الأب: غدا عيد الفطر، سنحتفل مع العائلة ونفرح بما تعلمناه في شهر رمضان الكريم. وفي صبيحة يوم العيد ارتديا ملابسهما الجديدة وذهبا مع والديهما إلى المسجد لأداء صلاة العيد، ثم عادوا إلى المنزل حيث استقبلوا الأقارب وتبادلوا التهاني والهدايا. قالت سارة بسعادة: العيد فرحة بعد رمضان، وأنا سعيدة لأننا شاركنا في الصيام والعبادة والعطاء. وانتهت قصتنا لهذا اليوم أطفال الأعزاء. نلتقي في قصة أخرى إن شاء الله.